طبعا كلنا شفنا التحديث الجديد من ابل للايفون والايباد وكمان للماك اللي هو ال 26. طبعا كل الناس اتكلمت على التحديث، بس انا جاي لك اكلمك على حاجه ما حدش يتكلم عنها. الايباد تميز فيها في التحديث الجديد عن الايفون وعن الماك، واللي فعلا الحاجه الجديده فيه كلها واللي انا شايفها يعتبر حاجه طفره هو تحديث الايباد، اللي هو قرب جدا من ان هو يبقى زي كمبيوتر منفصل عن الماك، يبقى ممكن تعتمد عليه كانه كمبيوتر ليك شخصي، شغل ليك او في دراسه. تعالوا مع بعض نتعرف على المالتي ويندو في التحديث الجديد، وتعالى نشوف ازاي ممكن نستخدمها في برنامج النوتس بتاع ابل، ونشوف مع بعض ازاي ممكن نستفاد منه. يلا بينا. في النوتس ممكن تفتح 3 نوافذ تدوين في نفس الوقت والتنقل ما بينهم بكل سلاسه، كمان لو معاك كيبورد وبلوتوث، وبالظبط هيحسسك انك قاعد بتستخدم لابتوب مش ايباد. وزي ما قلت طبعا في فيديو قبل كده انك انت ممكن تستخدم اي كيبورد واي ماوس بلوتوث وهيبقى اكتر من كفايه معاك. كمان تقدر تدوس دوسه مطوله على اشاره المرور، انا بسميها اشاره مرور لان هي يعتبر عامله زي اشاره المرور في الايباد. دوس عليها في اي صفحه انت فاتحها دوسه مطوله، هيفتح لك اختيارات المقاسات، هيجيب لك كل الاوبشنز بتاعتها. ده بالنسبه للمالتي ويندو في الايباد، ان انت تبقى فاتح صفحه الايباد على 3 ويندو برنامج واحد وهو النوتس. كمان سكريبت الفيديو دون كاتبه بالطريقه دي، ان انا فاتح السكريبت في النص وعلى اليمين وعلى الشمال عمال اتنقل ما بينهم واكتب الملاحظات وما الى ذلك. طيب وتاني حاجه وهي اتضافت في التحديث الجديد وهي فويس ميمو، ان انت تقدر تاخد فويس تسجيل صوت وهو يكتب لك الكلام اللي انت اتكلمته دون كتكست. تقدر تاخد التكست ده بعد كده تعدل عليه، تبعته زي ما هو، تعمله PDF. طيب ما تيجي نجرب الفويس ميمو مع بعض ونشوف هي هتلقط فعلا ولا لا. هنيجي هنا ندوس على ريكورد اوديو، ندوس عليها ونبدا نتكلم. طبعا هو انجليزي بس مش عربي، لسه مش مدعم عربي قوي. This is a test for iPad OS and this is what we are doing now. بص هو حط لي الريكورد اللي انا عملته دلوقتي بالشكل دون في بريفيو تحت هنا. انا ده الكلام اللي انا قلته، وهنا لو انا عايز مثلا اخد الكلام ده كوبي اقدر احدده كده مثلا، اخده كوبي واحطه في مكان تاني، ممكن اعدل عليه مثلا، وبقى يعتبر تقدر تعتمد عليه فعلا في تسجيل الصوت وما الى ذلك. بعد كده هنيجي على الابل انتليجنس، ودي عامله زي تشات GPT كده، بس هي مجانيه فري للمنتجات ابل، ولكن لسه ما بقتش جامده قوي. ليه؟ لان هي اولا نسخه تجريبيه بيتا، ثانيا هم مش عارفين يوصلوها حتى لمستوى الشات GPT نفسه. ولما نشوف هل فعلا هيقدروا يوصلوا حتى للشات GPT ولا خلاص راحت عليهم في حوار الذكاء الاصطناعي. ولكن انت تقدر تستخدم الابل انتليجنس في برنامج النوتس زي ما قلنا. اولا تقدر تحسن الكلام اللي انت كاتبه زي تشات جي بي تي كده، لما تيجي تبعت له الكلام نفسه وتقول له مثلا اعمله لي فورم شويه كاجوال شويه. تعالوا نشوف مع بعض. هنا مثلا انا محدد الكلام اللي هو على اليمين دون، محدده بالانجليزي اهون، وعايز اخليه ان هو يحسنه لي شويه. بدوس على علامه ابل انتليجنس دي وبيفتح لي هنا انت عاوز تعمل ايه في الكلام، عاوز تكتبه تاني، عاوز تحسنه. انا عايز اقول له خليه لي مثلا فريندلي، فبدوس وبيعمل زي تحليل كده وبقى فريندلي دلوقتي اهو. تقدر ان انت تخليه كمان بروفيشنال، تقدر تخليه يعمله لك زي كده من كلام مثلا يعمل لك لجدول، او من كلام مثلا لنقط معينه ليست، او كي بوينتس او سمري اللي هو يلخص لك الكلام اللي مكتوب كله. دي اوبشن شغاله حاليا تقدر تستخدمها وتستفاد منها، بس زي ما قلنا في الانجليزي وطبعا بعض اللغات الثانيه لسه طبعا الدعم في اللغه العربيه لسه مش توب يعني، فلما نشوف هيوصلوا ايه بقى. طيب في تريكات كده بسيطه، انت مثلا كتبت في برنامج النوتس حاجات كتير، صور وكلام وممكن هاند رايتنج مثلا، حاجات كتير كتبتها، وعايز تاخد اللي انت كتبته دوت تسيفه او تبعته مثلا كBDF، ملف PDF. بص هي تريكايه صعبه شويه بس انا برضه هقولها لكم. انا مثلا عندي الصفحه اللي على اليمين دي عايز اخدها PDF، فبدوس هنا على شير، وبعد كده باجي على برنت طباعه. بس انا مش هطبع، هدوس برضو على الشير اللي فوق هنا وهيفتح لي الشير دي. هدوس طبعا سيف تو فايل، وهتيجي تدوس على سيف كده هو سيفها لي. تعالى نشوف الصيغه بتاعتها فعلا سيفها لي PDF ولا لا. هي اول واحده اهي، لو جيت فتحتها فتحت قصادي، حاجه ادوس هنا على الانفو، حاجه ابص هنا اهي PDF دوكيمنت كده سيفها لي كصيغه PDF. مين فيكم كان يعرف المعلومه دي؟ لان بجد دخت ان انا اسيف حاجه في برنامج النوتس كBDF، ما كنتش عارف بصراحه. طيب والتول الجديده اللي نزلت في التحديث الاخير وهي الكاليجرافي بن، ده اللي عنده ابل بنسل يقدر يستخدم في برنامج النوتس او اي برنامج بيدعم من ابل بنسل. تقدر تستخدم الاداه الجديده اللي ابل نزلتها وهي الكاليجرافي بن. ده قلم من اقلام البروكرييت، اللي منكم يعرف برنامج البروكرييت اتضاف جديد في الايباد كقلم اصلي في الجهاز وهو الكاليجرافي. طبعا جامد جدا. في اللي منكم يعرف يكتب بالخط العربي هيكون ده كنز بالنسبه له، لان هي حاجه يعتبر فري من ابل،
ونازله اصلا مع الجهاز في التحديث الاخير زي بروكريت وغيره، علشان تقدر ترسم بالخط العربي دلوقتي بقى معاك كأداة في الايباد. كمان تريكات كنت عايز اقول عليها قبل ما انسى صحيح، وهي ان اتضاف الجديد في السوفت وير الجديد، وهي ان لو في انت مثلا عامل زي ما انا عملت كده خطوط مثلا او مثلا حاجات بالقلم وعايز تمسح الكلام دون، تعمل ايه؟ لو انت شخبطت عليها فضلت دايس القلم ما شلتش ايدك، الجهاز لوحده هيشيل لك الحاجات اللي انت مشخبط عليها على طول مره واحده بالشكل ده كده، بدل ما تعمل مثلا اندو وكده تقدر تشخبط عليها بالقلم بس وهتتمسح معاك. في النهايه برنامج الميمو ده من البرنامج المهمه اللي اي حد فيكم واستخدمه قبل كده او حتى جرب عليه ان هو يكتب مثلا ميمو معينه، يكتب عليه مثلا ملاحظه معينه، فدلوقتي مع التحديث الجديد والاخير ضافت فيه مميزات كويسه، بقى احسن، بقى ان انت تقدر تفتح كذا ويندو مع بعض في نفس الوقت في البرنامج. في النهايه لو عجبكم الفيديو وعايزين نكمل سلسله الحاجات اللي محدش يتكلم عليها في التحديث الجديد، اكتبوا لي في التعليقات واكتبوا لي في الحاجات اللي انتوا عايزين تسالوا عليها او حاجات ممكن انتوا مش عارفينها بتتعمل ازاي، ممكن يبقى ليها طريقه وسهله جدا، انت بس اسال وانا هقول لك على طول الحل. واشوفكم في الفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم.